يا ترى رايحين فين كده على الصبح؟ انا صحيت من النوم لقيت نفسي تعبانه كده، وقررت ماما ان احنا نروح الوحده. يلا نبدا الفيديو بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. وحشتوني جدا يا احلى متابعين والله. لو انت جديده حبيبه قلبي اهلا وسهلا بيك، وشكرا جدا على دخلوا لي امبارح. ربنا يا رب يرزقكم ويديكم الصحه. شكرا ليكم واحده واحده نفر نفر مش عايزه انسى اسمهم. شكرا جدا على الكومنتات الحلوه. ربنا يبارك فيكم يا رب ان شاء الله، وتدوموا دايما في حياتي وتزيدوا كمان وكمان، ونبقى احلى عيله ان شاء الله باذن ربنا. هنا بقى هنبدا نروح الوحده زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو، لان انا تعبانه وكده. ورحت الوحده يعني رحت وحدتين. الاول لقيت مفيش دكاتره، والتانية لقيت في دكتور بس لازم بالبطاقه، بطاقه التامين. وانا ما عنديش، انا لسه جديده ساكنه ليا 15 يوم وكده، فما نفعش. لازم البطاقه و100 جنيه. يعني انا كانت معايا 100 جنيه بس البطاقه ما كانتش معايا، لان المسافه كانت قريبه، وعندنا اصلا ما فيش من غير بطايق انت بتخشي. بس انا ما افتكرش النظام ده في اسوان مختلف يعني. فقلت خلاص، رحت الصيدليه جبت برهم وكده، وجبت مجموعة لان انا عندي هرش وكده، فجبت البرهم ده وجبت المجموعة دي للدور اللي يعني هيزيد عليا. انا حاسة ان هو هيزيد عليا، يعني حلقي بيشكشكني وكده، وحاسة ان خلاص وصوتي هيتغير. فقررت ان انا اجيب براشيم مجموعة. في حاجة اسمها المجموعة دي بتاخديها بقى وبناخدها، وتاني يوم بنبقى زي الفل. فبس بقى وهنا بقى رجعت تاني زي ما انتوا شفتوا. دي الوحدة الاولى، والتانية هركب لها مواصلة واروح الوحدة التانية. وفي الاخر يا ريت دخلت. الحمد لله الحمد لله على كل حال. بس حبيب قلبي، وهبتدي ان انا اشتري جنبيها صيدلية يعني. كله يعني هو بصوا، انا افتكر ان هو بعيد، تريها ان هو قريب. يعني احنا ركبنا المواصلات ولقينا يعني المسافة قريبة. يلا الحمد لله ولله الحمد يعني. النهارده جايه لكم بقى بموضوع يا حباب قلبي. يعني انا قررت ان انا احكيه لكم الصراحه، يعني علشان طاقتي انا نفذت. فبصوا بقى، التليفون اللي انا شغاله بيه دلوقتي اللي انا ماسكاه جايباه من بيتك تمام. و قلت ان شاء الله افتح القناة وتجيلي فلوس واعرف اسد منها القسط بتاع شركة بيتك. انا ليا 3 شهور بالظبط ما دفعتش شركة بيتك تمام. ودلوقتي شغالين يرن 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 عليا. انا قلت ان شاء الله باذن ربنا انا هنزل اشتغل في هوريكم المكان اللي انا المول اللي انا هشتغل فيه جنب البيت بالظبط. وقررت ان انا اسد، بس المصيبة هم دلوقتي زايدين بقى على ال3 شهور دايما. لا مش صابرين. لا انا مش عارفه ايه. انا هرفع قضيه. انا شغالين عليا، وانا مش عارفه اعمل ايه الصراحه. فقلت ان انا لازم اقول لكم كل اللي في قلبي، وهشتغل ان شاء الله. وبس انا عايزه ادعمكم بقى في القناه، ان انتوا بجد ترفعوا اللايكات مشاركات. عايزاكم لايكات كتيرة، يعني بحيث القناة ترفع معايا ويبقى يعني مصدر رزقي. انا افتكر من اول ما هفتح اليوتيوب الصراحة ان انا هقبض من اول شهر. والله العظيم ده كان دماغي متخيلاتي ان انا خلاص اجيب التليفون وهشتغل وهقبض من اول شهر. انا ما عارفش، بس العك ده كله كان في اليوتيوب وكده. انا ما كنتش لو كنت اعرف ما كنت جبت التليفون ولا كنت فتحت القناة. بس الحمد لله خلاص بقى يعني فتحناها وبقت قناة وخلاص، وبقينا في الامر الواقع يعني. فمش عارفة الصراحة اعمل ايه. فهم مش صابرين كمان لغاية ما مثلا انا اشتغل وكده واسد بقى. فجينا النقل والمصاريف والدنيا دي، فاخدت منا مصاريف جامدة كتيرة يعني. فالحمد لله بقى، والحمد لله على كل شيء. بس انا عايزة بس زقة منكم كده، ان انتوا ترفعوا لي باللايكات. الله يسعدكم يا رب، وشيروا على قد ما تقدروا. الله يسعدكم يا رب.
هنا بقى نرجع نكمل الفيديو بتاعنا. هنا كنا قلت لامي بالمره مادام ننزل ونطلع يعني من العماره وكده، لان احنا الشقه الدور الخامس. قلت لها تعالي انا اللي بشتري الخضار، بنزل اشتري الخضار وكده، يا اما الراجل بيجي تحت العماره وانزل له السبت وبتاع السوبر ماركت وكده، يعني بننزل له السبت بيجي لغايه البيت. بس احنا مادام احنا عند الواحده، قلت لها ماما بالمره مادام انزل تاني مثلا واشتري خضار، لان الراجل ما جاش بتاع الخضار ما بيلفش كل يوم ليه، ايام يعني بيلف بيها. فهنا دلوقتي لقينا الست دي فرشه، فاخدنا منها سبانخ واخدنا منها الشبت والكزبره والجرجير. تمام يا حبيب قلبي. وجوا كان في المحل يعني اخدت انا طماطم ولغايه ما امي يعني اخدت وكده، اخدت طماطم واخدت ليمون واخدت وجبنا كاكاو، يعني عندها برضو كاكاو لان ما شاء الله عليها يعني بتبيع عيش وبقالة وخضرة وكل حاجة ما شاء الله عليها. وبس يا حبيب قلبي، ومشينا بقى خلاص. بعد كده هنا دخلنا المطعم اللي جنبه، يعني يدوب يعني محلين 3 كده وتلاقي المطعم بتاع الطعمية. اخدنا بقى بصل، ربطة بصل من عنده، واخدنا عيش مصري وطعمية ب10 جنيه كده، واخدنا البتنجان ب5 جنيه، يعني كل حكاية كده 25 جنيه. وبس. ورحنا بقى علشان نفطر. ولان الفيديو النهارده فيديو عايزه لايكات كتير، لان الفيديو مشوق. انا زي ما انا قلت لكم طبعا ان انا بروق البيت، لان انا لسه ناقله جديد زي ما انتوا عارفيني المتابعين يعني. بروق البيت. والنهارده هعمل المطبخ، قررت ان انا اعمل المطبخ لان اهم حاجه هبدا بيها الاول. قلت المطبخ، لان طبعا احنا لا عارفين نطبخ، لا عارفين ناكل، لا عارفين نعمل اي حاجه من غير مثلا ما يعني ايه. لكن لو يعني من غير ما يبقى المطبخ راكب والتلاجة شغالة وكده، لان احنا كنا مشغلين التلاجة حاجة في الغرب وحاجة في الشرق ومش عارفه ايه، وشغالين نجيب من هنا ونحط من هنا. لكن لو المطبخ راكب والمطبخ خلاص جهز وكل حاجة خلاص، طبعا انت هتبقى سهلة عليك لما في المطبخ كل حاجة مع بعض يعني. فقررت ان انا اول حاجة ابتدي بيها هي المطبخ. فبس هنا بنفطر انا وامي ووالدي. وبس كده حبيت ان انا اصور لكم الفطار. عملت مش بقى بالخلطة، في يعني مش كده جاهز جبناها من السوبر ماركت. وهنا طعمية والبتنجان الراجل بيعملها، وهنا طماطم كده، شرايح طماطم وعيش وبصل. تمام يا حبايب قلبي. وفطرنا والحمد لله. وابتديت بقى مهمة المطبخ. بجد انا حبيت ان انا ابدا بيه المطبخ، لان زي ما قلت لكم اعرف ان انا لما المطبخ يركب وكل حاجه هعرف ان كل حاجه هتبقى سهله عندي، يعني هتبقى سهله بالنسبه لي لما المطبخ اهم حاجه يركب. بدل المواعين كده متنطوره في الحته دي ومتنطوره في الحته دي، زي ما انتوا شفتوا في الفيديو اللي فات يا حبيب قلبي، اللي قبل اللي فات. كانت المواعين والكراتين والحاجات زي كده كانت متبهدله خالص. فقررنا ان احنا اهم حاجه نلم المطبخ ده يا حبيب قلبي. خلاص كده الاكل واكلنا وخلصنا الحمد لله. ناجي كده للمطبخ يا حباب قلبي، وصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. لايكات كتير يا حباب قلبي، تشجيع منكم، ان انا محتاجه التشجيع ده خالص. تمام. هنا انا كنت ركبت المطبخ وخطيت شويه حاجات وكده، فابتديت ان انا اروق كده. الفيديو اتلخبط معايا، يعني اتلخبط انا، بس خاطه حته ان انا هرتب لكم المطبخ من فوق واحط الفرش وكل حاجه. بس هنا عكس معايا المقاطع وكده، معلش. وهنا كنت في بداية ان انا خلصت وكده. فبس هتيجي دلوقتي حتة ان انا المطبخ كان مترتب ومتكركب خالص، وانا كنت خاطة
الفرن من ناحية تانية، وهنجيلها الناحية التانية زي ما انتوا شفتوا يا حبايب قلبي. هنا بقى عندنا جبنا بقى الخلاط ده، كانت مرات اخويا جايبه لنا يعني في عيد الام وكده. وهنا معظم يعني حاجاتي كنت دساها لجهازي وكده طلعتها. الغلاية دي كانت ماما جايباها يعني من فترة. فبس انا بقى ارتب بقى زي ما انتوا شايفين. جبت الكبابي كده من فوق الصغيرة بتاعت الكوبايات الصغيرة يعني بتاعت الشاي، وخطيت كام فنجان هنا فوق. انا بوريكم كده بس معلش يعني مقتطفات كده سريعة من المطبخ، لان بجد اخد مني يعني اخد مني وقت طويل خالص. والصواني دي كنت انا برضو بتاعتي انا طلعتها يعني علشان اشتغل في القناة، وان شاء الله باذن ربنا قلت هعوضها، هعوض ان شاء الله الصواني والحاجات، كل الحاجات اللي انا فتحتها دي وطلعتها، فان شاء الله ربنا يعوضني وهجيب احسن منها ان شاء الله. بس يا حبيب قلبي هنا خطينا البطاطس والبرتقان والبصل يا حبيب قلبي، وعايزه تشجيع كتير كده وتقولوا لي ايه رايكم قلبي. وهنا كنت خلصت بقى ورتبت المطبخ، والصينيه هنا اتهزت بقى راحت وقعت، انا بالعافيه سنداها وراحت برضو بقى المطبخ اتهز راحت وقعت، اتخلعت والله العظيم ساعتها اتخضيت. فبس هنا خلصت وكنست المطبخ الحمد لله. وهبتدي هنا بقى امسح الباب والشباك وكده زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. انا كل شويه كنت ببص على التليفون علشان التليفون ساعات بيقول لي المساحه لا تكفي وكده، فكل شويه كنت ببص على التليفون. فبس ما تاخذنيش، كل شويه كنت ببص على كده يعني ناحيه التليفون. وبس هنا وكنت بغسل القماشه، خلاص مسحت الباب ومسحت الشباك وكده، فابتديت ان انا اغسلها ونشرتها كده على باب الفرن البوتاجاز وكده. وهنا بقى ابتديت ان انا المع المطبخ يا حباب قلبي، ابتديت ان انا المعها كده تلميعه كويسه كده. خطيت معطر وحطيت بريل، وهنا ابتديت ان انا خلاص كده جربت اخلص واخد السجادة، وهبتدي ان انا خلاص كده في الفينش الاخير، وادي بفتح الباب كده وبوريكم وايه رايكم بقى في المطبخ وعمايل ايدي في دهانات المطبخ. بالله عليكم لا تقولوا دي رايكم بجد يا حباب قلبي، ورايكم يهمني خالص 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 والله العظيم، وتشجيع جامد جدا ليا، الله يعزكم يا رب. هنا كنت خلاص اخر الفيديو قالوا لي اعملي لي بقى كاستر وجيلي وكده، وانا ابتديت ان انا اعمل لهم جيلي بالموز. ودي كانت نهايه الفيديو، اشوفكم على خير، مع السلامه يا حباب قلبي.